بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم بسكوت بسيط جدا ومكونات بسيطة خالص. انا معايا هنا بضاية، ومعايا نص كيلو دقيق، ومعايا باكو كيك شيف او بيكنج باودر اللي عندك حطيه، ومعايا واحد فانيليا. انا حطيت على البيضة هنا، حطيت كوباية زيت، ممكن تحط كوباية الا ربع، وحطيت عليها واحد فانيليا، وحطيت عليها كوباية سكر. وهنبدأ نضرب الخليط اللي هو السائل ده مع نفسه كده. الطريقة دي حلوة جدا، طريقة البسكوت ده ممكن تشكليه تحطي بقى عليه كاكاو، تعمليه انت بالشوكولاتة زي ما انت عايزة. بس انا حبيت ان انا اعمله كده من غير اي حاجة خالص. انت ممكن تزودي له كاكاو، تقسمي نصين مثلا، هبقى اجربه برضو معاكم في مرة. وطعمه جميل. ممكن بدل الزيت برضو تستبدلي سمنة زي ما انت عايزة. وبسيط، مكوناته كلها هتبقى ان شاء الله موجودة عندك في البيت، وبضاية واحدة بس عشان خاطر طبعا البيض غالي، ومحدش هيجيب بيض كتير في الايام اللي احنا فيها دي. فعشان كده احنا بنختصر الموضوع، وبحط لكم حاجات اقتصادية بسيطة نعرف ان احنا نقدر ايه ان احنا نجيبها. ونص كيلو دقيق بس، انت عايزة تزودي كمية الدقيق فانت هتزودي طبعا الحاجات اللي معاكي. يعني ممكن كيلو دقيق هتحط عليه بيضتين. هنا انا فضيت الكيك شيف، فضيته معايا على الدقيق، والحاجة اللي هي الجافة دي هنحطها مع بعضها زي ما طبعا كلكم عارفين. وحطيت ذرة ملح. بس كده هنبدأ ننزل بالخليط بتاعنا بقى على الدقيق، وهنلم العجينة كلها، هنلمها مش هنعجنها. عارفين طبعا ان احنا العجينة اللي بنعجنها زي كده، زي مثلا الكحك الناعم الغريبة الحاجات دي، فاحنا ما بنعجنش فيها، احنا بنلم العجينة بس. هنا معايا معلقة قشطة، ودي اختياري. عايزين تحطوها براحتكم، مش عايزين تحطوا دي حاجة ترجع لكم، بس هي بتخلي العجينة طرية وبتلم. عشان العجينة ما تشققش معانا. وفي حاجة تاني، العجينة طبعا كلنا بنعاني منها، ان هي بتشقق. عجينة الغريبة اللي تبقى معمولة بالسمنة او بالزيت بتشقق معانا. فانتي لا، ما عشان خاطر لو هي لقيتيها بتشقق معاك، هتحطي حبة مية كده بسيطة، وتيجي لماها، وتمسكي حتة كده تكوريها على ايدك. لقيتيها بتشقق، هتبدأي برضو تضيفي لها بمعلقة مية بس. يا مية هي عامة العجينة لما بتشقق بتبقى يا اما زيت كتير او سمنة كتير، الحاجة المادة الدهنية اللي احنا حاطينها، يا اما السكر كتير وما دوبتهوش حلو، عشان كده بتشقق معاكي. فطبعا بتبدأ كل ما تلاقيها بتشقق معاكي فهتضيفي لها معلقة مية. انا هنا بمسكها كده اختبرها، كورتها. شايفينها؟ اختبرها معاكم علشان خاطر اوريكم ان هي بتشقق ولا لا. تمسكي تدوريها على ايدك كده زي ما انا عملت، بين ايديك الاتنين، ما تضغطيش عليها، انت بتلفيها زي الكرة بس. شايفين؟ انا ضغطت عليها مش شقتش معايا هي ولا اي حاجة. فعشان معلقتين القشطة اللي انا حطيتهم، وعشان خاطر معلقتين المية برضو اللي انا حطيتهم. هنا بقى كنت عايزة اجرب حاجة كده، واشوف يعني. كنت عايزة اشكل بقى التشكيل ده براحتك، شكلي زي ما انت عايزة، الحاجة اللي انت حباها اعمليها. انت اعملي العجينة زي ما انا قلت لك بالخطوات كده، وانت بقى اعملي زي ما انت عايزة التشكيل بتاعها. انا هنا حبيت اجيب القمع بتاع بلح الشام علشان اشكل بيه. بس طبعا واجهتني مشكلة، ان هو لازم يكون في حد معاكي هيقطع لك. يعني انت هتبدأي تنزلي من القمع ده، وحد يقطع لك. فانا ما كانش في حد معايا، فبدأت ايه، حاولت ان انا افكر كده مع نفسي لان ما وصلت الاختبار ده. فانا بضغط وبحطها على كف ايدي، او ممكن تخليها على الصينية تيجي ضغطة لتحت عشان تطلع معاكي زي الوردة اهو. تقطعيها كده وتيجي دايسة عليها بصباعك من النص زي ما انا بوريكوا. ليه هنعمل الفتحة دي اللي هي من النص؟ عشان احنا هنحط جواها صوص. انت بقى ممكن تحطي صوص كراميل، تحطي بتاع ده صوص شوكولاتة، ممكن تزينيها بفاكهة زي ما انت عايزة. حبيت بقى ان انا اعمل هنا برضو اللي هو الطويل اللي زي البسكوت ده. وحاولي تصغري الحتة بتاع العجينة عشان ما تطلعش معاكي كده. هو عامة مش بيفرش، وهتشوفوه في الاخر خالص ان هو ما فرش معايا الحمد لله. لان الزيت اللي انا حطاه، فانا حاطه المقادير بتاعته مظبوطه. فعشان كده العجينه ما فرشتش معايا. امشوا على نفس المقادير كده ومش هتفرش معاكي، ولا مش هتلاقيها ساحت معاكي ولا حاجه في الفرن. فانا عملتها كده، وحبيت ان انا ادوس عليها بالشوكه عشان بس اديها شكل، يعني مش اكتر من كده. هنا بقى هنعمل نفس العجينه اللي هي بتاع الغريبه. اه كده تجيبي حته عجينه برضو تكوريها، وتيجي فاتحاها من النص وترصيها في الصينيه. والصينية ما تدهنهاش زيت ولا سمنة، لان طبعا هي العجينة فيها مادة دهنية بما فيه الكفاية، فما تحطيش اي حاجة خالص. شايفين ما شاء الله النص كيلو عمل معايا قد ايه؟ عمل معايا كمان كمية كبيرة. بعد كده بعد ما خلصته لقيته عامل معايا كمية كبيرة. لو وصلت بقى معايا لعند هنا، يتمنى ان انت تحط لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، والناس اللي ما بتوصلهاش الاشعارات
في علامة الجرس كده هتلاقيها جنب اسمي، على الناحية الشمال هتضغطي عليها وتدوسي تفعيل الكل. هتدوسي تفعيل الكل هينزلك اي فيديوهات، هتجيلك اي فيديوهات انا بحملها وكده. هنا بقى انا حطيت صوص كراميلو ده، انا هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، سهل جدا وبسيط، تعملي بيه جاتوه، تعملي بيه تورت، تعملي بيه اللي انت عايزاه. اهو البسكوت شايفين ماسك نفسه معايا، مش اللي هو على طول بيتفرج بسرعة، لا، يعني ولادك ياخدوه في المدرسة، انت تقدمي له ضيوف، شكله حلو. وهنا اهو مش عايزه اقول لكم صوص الكراميل ده جميل، يعني انا عملته ولادي ما شاء الله، يعني ما قعدش اساسا معانا، لان طعمه حلو، وفي نفس الوقت دايب في البق كده، مش اللي هو تلاقيه من بره ناشف، ولما تاكلي منه تلاقيه من النص كده دايب. فجربيه بقى وشكلي زي ما انت عايزه. انا هنا بعمل بالمعلقه، انت لو عندك كيس او قرطاس او اي حاجه اعملي بيه، انا عندي بس ما قلت عادي، يعني انا هشتغل بالمعلقه كده بدل ما نزلوط الدنيا ونوسخ الدنيا كلها عشان نعمل شويه بسكوت، فطبعا مش هينفع. دي تبقى حاجه حلوه وبسيطه عملناها لاولادنا وسهله، ما تكلفتش معانا كتير، وحاجه كلها ان شاء الله تبقى موجوده في بيتكم. واتمنى كده ان الفيديو يعجبكم، وان انا اكون قدمت لكم حاجه كويسه. وبجد انا مبسوطه جدا من الدعم بتاعكم اخر فتره دي، انا مبسوطه منكم جدا. يا رب